يا أهلا وسهلا بأهلنا الغاليين ومتابعينا الجمال. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. موعدنا النهاردة مع لايف مهم. في ناس كتير محتاجاه، فئة معينة هتركز فيه، محتاجة إن هي تسمع فيه كتير، محتاجة إن هي تركز معايا لبعض النقط اللي بتخلينا ندمر علاقات كتير أو ندمر وقت وعمر في مراحل مهمة من حياتنا. اللايف النهاردة بيتكلم على ان الناس ليه بتحب ان هي تختار ناس غلط، او ليه الناس اصلا بتروح ناحية فكرة الجواز الغلط، او ليه اللي يخلي بنت ان هي تختار ان هي تتجوز حد مش بتحبه. ايه اللي بيحصل لما بنختار الحد اللي مش بنحبه، سواء راجل او بنت؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا بنكون غالبا هربانين من ظروف وتحديات كبيرة في المجتمع، هربانين من نفسنا، هربانين من ضغوط الحياة، هربانين من المسميات ومن العادات والتقاليد ان المجتمع كله بيشكلها وبيشوهها بالشكل الغلط وبالطريقة الغلط. بتخلينا ما بيننا وما بين نفسنا ضعاف، بتخلينا ما بين نفسنا هشين. انا بزعل لما بشوف بنت تستحق وتعيش حياة عدم الاستحقاق. بلاقي بنات كويسة جدا ممكن يكون ليها فرص كويسة جدا في الحياة، ولكن بسبب ضغوط العادات والتقاليد والناس اللي حوالينا بتختار ان هي تتجوز اي حد وخلاص. يعني لو اي راجل حط نفسه ما بين البنت ان هو يتجوز واحدة مش بيحبها، هنقول ان في راجل ممكن يحب ويعيش ويستقر مع واحدة هو ما بيحبهاش، بس الراجل بيكون عنده صلاحيات كتير المجتمع بيديهاله ان هو يغير، او ان هو يفكر، او ان هو يخون، او ان هو يصاحب. حاجات كتير احنا بنشوفها ومش بحب ان احنا ننكرها، بنحب ان احنا نكون واضحين وصادقين واحنا بنقولها. لكن البنت المجتمع بيهينها، بيظلمها، بيسميها في مسميات كبيرة إذا هي تحددتها أو إذا كسرت الرولز أو القواعد اللي المفروض تمشي عليها. فبالتالي بتكون مجبرة على إنها تعيش الحياة بالشكل اللي مرسوم ليه من الناس ومن العادات ومن التقاليد ومن الأفكار الغلط، إن البنت المفروض ما تتكلمش أو ما تنطقش أو ما تقولش أو ما تحاولش إن هي تعبر. فبالتالي المجتمع يفضل يضغط عليها، يضغط ويهين ويقسى ويزيد على اسم ايه؟ على اسم ان هي سن الجواز هيفوتها، فهي بنت خالتها، بنت عمتها، حد قريبها اتجوز، فهي كده اتأخرت. النهارده انا هقول لكم 6 خطوات كل بنت محتاجة ان هي تفهمهم عشان ما تقعش في أزمة ان هي تختار الحد اللي ما بتحبوش. لان حاجه صعبه قوي لما بنت او يعني كل واحده تحط كده نفسها، او كل اب يحط نفسه مكان بنته، ان هو بيسلمها لشخص هي ما بتحبوش، لشخص هي مش حابه وجوده. انت متخيل او متخيلين ان كل اب وكل ام عندهم بنت، ان انتوا بتقدموا بنتكم لواحده او لواحد تقعد جنبه في بيت، تخدمه، تراعيه، تلبسه وتطبخ له وتربي له ولاده، وكمان هيبقى عليها واجبات في علاقة ما بينهم وما بين بعض، وهي تكاد تكون مجبرة على فعلها. ازاي؟ يعني هاو البنت دي احساس ومشاعر، ممكن تبقى بنت ناس، ممكن تبقى بنت نظيفة تقع حد مش نظيف، ممكن تبقى بنت جميلة تقع مع حد مش جميل، عند حد عنده ثقافة او عندها وعي. فالموضوع معاناة بنعملها ان احنا بنقلل السيلف ايمج بتاع البنت قدام نفسها. كل اب او كل ام عشان خايفين ان بنتهم تتجوز فيقلل من قيمتها قدام نفسها، فبالتالي يخليها ترضى بحاجات المفروض هي ما ترضاش بيها. انا مش هفرح ان البنت تتجوز وهي في ال20 وال21 وال22 وبعدين ترجع لي، وبعدين تتقهر، وبعدين تتقهر، وبعدين تتظلم، وبعدين تنفصل. طب كان ليه؟
لان المجتمع اصلا ما بيغفرش فكره الانفصال، بيعملها زي وصمه العار. المجتمعات الشرقيه بتاعتنا عندنا اخطاء كتير وتشوهات فكريه كتير ناحيه سن البنت وناحيه الزواج مره تانية، فده كارثه كبيره. فكل واحد كده يركز معايا في 5 نقط هنقلل فيهم عشان نبقى عارفين الموضوع بيمشي ازاي. اي بنت بتسمعني واي اب او اي بنت يركز قوي ان هو ما يزرعش جوه بنته الحته دي، وكل بنت تركز قوي معايا عشان ما تزعليش بعد كده وما تفرحيش دلوقتي وتزعلي بعدين. يعني انا احب ان انت تزعلي النهارده وتفرحي بعدين. خليكوا دايما ماشيين بالقاعده ان انا اصبر عشان اوصل احسن ما ابكي بعد ما افرح، لكن مش اتسرع واوصل لحاجه غلط عشان خايفه. رقم 1 من الوحده. الخوف من الوحده هو اكتر عامل اساسي بيدمر للبنت ثقتها بنفسها. بنزرع ما بيننا وما بين البنات اللي موجوده في مجتمعاتنا ان انت هتعيشي لوحدك، ان ابوكي ممكن يتوفى ومامتك ممكن تتوفى. انتوا خلاص ماشيين مع اسرائيل، انتوا مالكم مال الموت دلوقتي؟ احنا بنتكلم في الفرح. لا، اصلا انا عايز اطمن عليك قبل ما اموت. ليه تزرعوا في عقليه البنت من البدايه ان هي لو ما اتجوزتش بدري انتوا هتموتوا وهتسيبوها؟ طب مين اللي قال ان الوحده اصلا فكره تخوف؟ الوحده فكره مطمئنه جدا، لان الناس اللي بتنجح هي ناس اصلا في البدايه بتعرف تعيش لوحدها، هي بتقدر تعتمد على نفسها. الوحده بالنسبه لهم خير صديق، خير من اي حد ملوش قيمه. فالوحده من ان انت تعيشي لوحدك او تعيشي مع ناس ما تفهمكيش، او تكبري في السن وبعدين يحصل ويحصل ويحصل. طب ما كل ده غلط. رقم 2 ضغط المجتمع والاهل. ضغط المجتمع والاهل بيهزوا للبنت ثقتها بنفسها، عشان الناس هتقول، الناس هتتكلم علينا، الناس هيقولوا ليه انت ما بيجيلكيش عريس. تتلاقي البنات بتفتعل، بقى عندهم فوبيا ان هم يفتعلوا العريس، ان العريس جالها، ان العريس راح، ان العريس ما حصلهاش نصيب، ان الكلام ده ما بيحصلش غير في مجتمعاتنا، وده فشل. لان احنا بنزرع جوه البنت عدم الامان وعدم الاستقرار. ما ينفعش تزرعوا في عقول بناتكم ان هي تتجوز بدري. الجواز بدري مش في مصلحه البنت، ولا انكم تزرعوا فكره في دماغها ان هي برضو تتجوز بدري. خلوها يعني تنضج الاول انفعاليا وعاطفيا، عشان لما تيجي تختار ما تبقاش منهكه. لما تيجي تدخل في الثلاثينات تتلاقيها متدمره، تدخل في الاربعينات تتلاقيها منتهيه، تدخل في ال50 تتلاقيها خلاص خلصت. والراجل له ما طاب. طب وده انهي عقل ودين يقول الكلام ده؟ رقم 3 الامان والمصلحه. ودي من اكتر الحاجات اللي مفيش حد هيقولها، لان الناس كلها بتخاف تقولها، الناس كلها بتخاف تتكلم فيها. يعني ايه الامان والمصلحه؟ ان في اهالي كتير يقنعوا البنت ان الامان في انك تتجوزي واحد مش بتحبيه وتتجوزي واحد يكون معاه ماديات. ايه يعني الحب؟ ايه يعني انك تتجوزي واحد بتحبيه وهو فقير؟ ايه يعني ان انت تتجوزي واحد مش متعلم بس معاه فلوس؟ فانتوا من البيت اللي هو ايه؟ اللي هو محتاج يجوز بنته لواحد جاهل بس معاه فلوس، لواحد معاه فلوس بس يدمر لك نفسية بنتك. طب لواحد يبتزها، لواحد يأذيها، لواحد يمارس عليها ألاعيب نفسية. انتوا بتزرعوا في دماغ الولاد والبنات الأفكار الغلط. البنات النهاردة بقت بتتنافس على السوشيال ميديا، اللي تستلف فلوس، اللي تدين في عمليات التجميل عشان تنفخ وتحقن وتغير من شكلها وتشيل الطرحة وتحط الطرحة عشان شكلها يبقى اتراكتيف اكتر، والثري هو اللي يجيلها، رجل الاعمال هو اللي يجيلها. والحقيقة دي اكتوبة، مش هيجيلك رجل الاعمال، مش هيجيلك بالشكل ده. لو اي رجل اعمال بيفكر بالتكنيك اللي انت بتفكري بيها، يبقى انت هتبقي بالنسبه له متعه مؤقته. رجل الاعمال والراجل الغني اذا فكر بنفس تفكيرك، تعرف ان انت رايحه تقضي وقت بمقابل.
لكن لو انت فاهمه ان رجل الاعمال راجل بيفهم، هتعرفي ان قيمتك الحقيقيه في انك تنضجي عقليا الاول وروحيا ونفسيا، وبالتالي يجيلك الحد اللي يستحقك. لان الراجل اللي معاه فلوس كام واحد؟ 10 20 البنات بالملايين، هيختار مين؟ المنافسه شرسه. فانك ترضي ان انت تحط نفسك تجاه منافسه مع بنات من سنك، مع بنات بتشوفها على السوشيال ميديا، فدي فكره غلط. انت الفاليو، انت القيمه اللي المفروض تصنعيها ما بينك وما بين نفسك. في نقطه كمان مهمه، فكره ان الحب مش بيدوم. مفيش حاجه اسمها الحب مش بيدوم. لما تتجوزوا عن حب، الحب بيدوم. الحياه من غير حب ممكن تمشي، لكن بتكون احلى بالحب. السعاده ممكن تيجي للناس اللي ما بتحبش، استحاله للناس اللي بتحب. واخطر نقطه في الجزء اللي انا بتكلم فيه في انكم تتجوزوا او ترتبطوا باي حد غلط، هي التجارب الشخصيه. هو انكم تسمعوا اكسبيرينس من الناس الفاشله، من الناس اللي اتجوزت جوازات غلط، من الناس اللي اختارت الناس الغلط، من الناس اللي حبت وقدمت تضحيات وتنازلات. اصلا المجتمع بيعاني، المجتمع هش. فانا اصلا اخد نصائح من مجتمع هش ليه؟ المجتمعات النهارده، السوشيال ميديا النهارده موجود فيها كل حاجه بالمجان. اللي عايز يصرف يصرف. في ناس بتحب تشتري حاجه، عايز يدور على الحاجه الغاليه. هو ليه دماغ معينه. واحد عايز ياخد كورس بطريقه معينه، موجود مجان وموجود فري. كل حاجه موجود بالمجان وموجود بالفلوس. بس كل واحد بيختار الحاجه اللي هو حاسس ان قيمته هتتزرع بيها، او هتكمله، او هتديله القدر اللي هو مناسب ليه. لكن اغلبنا بيحبط في البنات، وبيصدر للبنات الكلام المغلوط، الكلام اللي مش حقيقي. بيصدروا عن الجواز الكلام الغلط، وبيصدروا عن العلاقات الكلام الغلط، وبيصدروا عن اصحابهم وعن مشاكلهم الحقيقيه الكلام الغلط. ما ينفعش كل واحده تدخل في علاقه تقول ان هي عندها اكسبيرينس اذا العلاقه فشلت، فتصدر للناس اخبارها او نصائحها او معلوماتها. لان بالنسبه لي انت حد فاشل. فاذا انت فشلتي، لازم انت اللي تتعلمي الدرس وتطبقيه على نفسك، والنسخه الجديده اللي انت تطلعيها هي النسخه اللي انت تعيشيها. مالكيش دعوه بالناس. ما تصاحبيش واحده زميلتك وتنصحيها بناء عن تجربتك انت فشلتي. مظلومه بقى، مقهوره، بتزيتي، حواراتك، كل بيت ليه اسراره. كل علاقه وهي بتنتهي لها تفاصيلها السريه اللي مفيش حد بيقولها. يعني اي حد كان في علاقه انتهت في اسرار حصلت، يقولوا بقى من هنا للصبح، يقولوا كلام، اصل عمل، اصل اتظلمنا، اصل اتوجعنا، اصل اتقهرنا. يعني الكلام ببلاش. كل واحد هو الجاني والمجني عليه في روايه احدهم. فكل واحد بيتكلم الموضوع من منظوره، لكن الحقيقه بتكون جوه الاثنين اللي كانوا في ريليشن واتكسرت. طب انا المفروض اما اجي اخد الاكسبيرينس بتاعتي اخدها من الناس اللي فشلت في علاقه؟ لا. اخدها من اب وام فاشلين ماديا؟ لا. اخدها من اب وام ما عرفوش يربوا؟ لا. اخدها من اب وام ما نجحوش اصلا في حياتهم ولا اتعلموا ولا عندهم اي خبره؟ لا. هو انتوا ليه بتخافوا تقولوا للاب والام ان انتوا ما عندكوش خبره؟ بتخافوا ليه تقولوا للاهل ان انتوا ما عندكوش خبره؟ هو ينفع ان واحد تعبان يروح يقول لامه انا تعبان وفي اعراض 1 2 3 فامه تكتب له الدواء او ابوه؟ والا ده كلام يبقى جهل. فاذا انت تعبتي وجالك السيمبتومز بتاعتك لاي تعب كان، مضطره ان انت تروحي عند طبيب او تروحي عند الدكتور يشخص ويديلك العلاج اللي تمشي عليه. كذلك في حياتك. بالنسبه لنا المرض اصعب ولا العلاقات اصعب؟ العلاقات اصعب، لان العلاقات تخص العامل النفسي، والعامل النفسي هو اللي هيخليك يا اما تعيشي تعيسه يا تعيشي سعيده. فانتوا دايما بتختاروا من طريق التعاسه عنوان ليكم. ازاي؟ نركز بقى في الجزء المهم ده عشان هختم وهرد على الاسئله بتاعتكم اللي هناخدها في 10 دقائق النهارده ونختم. النهارده لايف بسيط كده بس عشان يسيب اثر في عقول كل اللي حوالينا. لو كل واحد فينا
عاش التجربة بتاعته فرديا وركز في أمره هو، الجانب العاطفي والجانب المادي والجانب المعنوي والجانب الدعم والجانب المحيطين، وعاش الرحلة فردية. امتى نقول ان الرحلة جماعية؟ يوم الجمعة، في الويك اند، يوم السبت. ليه؟ هو يوم الويك اند ده في اي مجتمع انت كنت سامعني دلوقتي، هو ده الويك اند بتاعك، هو ده اللي تقعد فيه مع الناس وتهزر وتقلش وتسمعوا حكايات بعض وتتكلموا مع بعض بدون الدخول في الديتيلز اللي تخص اللايف ستايل بتاعكم، اللي تخص شكل الحياة بتاعكم. ما تخشوش في تفاصيل مع بعض. انتوا يا جماعة فاشلين في حياة بعض. الاهل رقم 1 والاباء رقم 2 والامهات والاخوات والصحاب. انا هجنب جزء واحد بس من الموضوع دول، اللي هم الناس الطبقة اللي انا بقول ان هم اصلا بيفهموا، يعني الناس اللي بتفهم. ده معناه ان الناس ما بتفهمش؟ لا، الناس بتفهم، لان كل الناس مفكرة ان هي بتفهم. لكن انا مدلولي الحقيقي مين اللي بيفهم؟ هو الانسان اللي بيفهم، هو الانسان اللي عنده قدر من الوعي والمعلومات، اللي يفصل نفسه عن المشكلة اللي بيحكي فيها قبل ما يتكلم فيها. ودي طبقة صعبة جدا ان احنا نوصلها. يعني اصلا لو لقيت 3 فهموا في اللايف اللي انا قلته دلوقتي، ليه جايزة عندي. ويكتب لي دلوقتي هو فهم ايه في كومنت وانا هقول. فانا محتاج في الويك اند محدش يعرف اسراري، محدش يكلمني عن شغلي، محدش يكلمني عن ولادي، محدش يكلمني عن مادياتي. لما نقعد نتكلم في الكلام التافه، الهزار، الكوميديا، الضحك، هو ده لما نقعد في اي ويك اند. لكن تقعدوا تشيلوا من بعض وتحطوا وفلانه وعلانه واتجوزت واتطلقت وعملت واصل وفصل، كل ده حاجات ملهاش قيمه بتعملوها مع بعض. طب الحقيقه ان كل واحد ينفصل بمشاكله عن الاخر. كل واحد قام بتجربه فشل فيها ما يقدمهاش للناس. ما ينفعش ان التجربه بتاعتك تكون علاج للاخرين. ليه؟ لان انت اتظلمت، فهتقول ان انا مقهور. فاذا انت اتقهرت، فاحساس الجبروت اللي جواك والاحساس الانتقام واحساس الغضب شكل لك درس معين انت فهمته. فاذا انت فهمت الجزء ده، هتطلع بقى تقول للناس معلومات من اللي انت فهمتها. انت بالنسبه لي انت حمار اصلا. ليه؟ لان هو التعليم اصلا ما قالش كده. التعليم قال ان انت اول ما تدخل تتعلم انت ما بتفهمش. اذا انت بعد اول ساعة او اول يوم او اول شهر او اول سنة فهمت واقتنعت ان انت فاهم، يبقى انت ما بتفهمش. تاني الجزء ده ولا لا؟ هو ده اهم جزء في اللايف. والله الجزء اللي انا بقوله ده انا بديه في كورسات بمبلغ كبير، ومش هقول عشان في ناس حاسده كتير في اللايف، بس الحقيقة ان انا حابب ان انا اديهولكوا كده فور فري. تاني الجزء ده لان ده اهم حاجة. انتوا رايحين تتعلموا بعد اول سنة، بعد تاني سنة. انا بشوف بتكلم بالسنة، بتكلم بالييرز، مش بتكلم بالمانس، مش بتكلم بالشهور، عشان في ناس بتتعلم في شهر، شهرين، 3 ويضحكوا عليكم. وده كل اللي انتوا بتقولوه ده ما هو الا ماركتينج. واحد عامل بيزنس وبيضحك بيه على الناس ويديهم شهادات مضروبة او يديهم حاجات وريفر ايه اللي بيحصل يعني. الخلاصة هنا في الكلمتين دول. هل ينفع ان واحد يدخل يتعلم 1 2 3 4 5 فيقول لك انا فهمت؟ لا، انت لسه ما بتفهمش. اذا انت فهمت ان انت فاهم تبقى انت ما بتفهمش. تاني، طيب ايه مدلول انا على الكلام ده؟ العالم كله لما بيجي يتعلم او حطينا اساس التعليم، في مرحلة التعليم الاساسي تتكون على الاقل من 5 سنين، ومرحلة التعليم اللي تليها الأساسية تتكون من 3، ووراها مرحلة الثانوية تتكون من 3 على الأقل، وبعدين مرحلة الجامعة، وبعدين مرحلة الدراسات العليا. هتلاقي كده نفسك أقل حاجة اتعلمتها 18 سنة ولا 20 سنة عشان تقول على نفسك بتفهم. لكن أنت اتعلمت 1 سنة، اتعلمت 2، اتعلمت 3، أنت بالنسبة لي لسه أندر ايدج. ليه؟ لأن كل العلم اللي احنا بناخده في حياتنا اسمه العلم تراكمي. مفيش حد ينفع يتعلم علم كمي. العلم مش كمي ولا كيفي، لا، هو العلم عشان ناخده لازم يكون تراكمي، يعني كم مع كيف.
يعني عدد سنوات التعليم عند الانسان تكون تراكميه. طب ما في انسان مهما بيقعد يدرس طول حياته برضه بيطلع مهلبيه. مش هي دي الفئه اللي انا بتكلم عليها. انا بتكلم على الفئه اللي عايزه تتعلم. يعني في ناس مهما اتعلم فيهم هم ما بيتعلموش، قعدوا 20 سنه 50 سنه 60 سنه ما بيتعلموش. انا بتكلم على اللي عايز يتعلم، او اللي عايز ياخد فهم، او اللي عايز ياخد اكسبيرينس. يبقى عدد سنوات التعلم بتاعه الانسان هي اللي بتضيف له. فما ينفعش واحد يقول انا قعدت سنه الدنيا مسحت بيا البلاط والاسفلت فانا كده بقى عندي خبره. لا، انت ما عندكش خبره. ما تقدميش نصايح، ما تقوليش نصايح لحد. حصل لك مشكله مع خطيبك، مع حبيبك، مع صديقك، مع زميلك في الشغل، ما تقدموش نصايح. ما ناخدش دوره تدريبيه، ما نعملش ميتنج في العمل ونقول ان احنا اتعلمنا واخدنا خبره. ما تصدقوش حد. يا جماعه انتوا محتاجين تاخدوا المعلومه وتبحثوا وتدوروا وتفهموا. كل واحده بتنصح واحده ان هي تتجوز او ما تختاريش او ما تعمليش، انت ما عندكيش اكسبيرينس كفايه ان انت تقولي واي. لان ممكن تقعي مع حد بيفهم فيديكي كلمه واحده تدمر لك نفسيتك اصلا. فالموضوع مش لعبه، ولا الموضوع تقليد، ولا الموضوع افتعال، ولا الموضوع ان حضرتك حصلت لك اي مشكله فتبدا انت تقولي للناس الهدف منها. احنا هي السوشيال ميديا ما اتعملتش يا جماعه عشان ده. السوشيال ميديا اتعملت عشان ننفع بيها بعض، والمؤثرين ينفعوا بها الآخرين اللي مش مؤثرين. صح ولا أنا غلطان؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ليه؟ لأن الزبد كتير جدا، كتير مليان، كتير ناس كتير قوي عاملة نفسها بتفهم، لكن اللي بينفع الناس حقيقي هو اللي بيقعد والزبد بيخلص. الخلاصة هنا برضو ما تاخدوش نصايح من حد حصلت له تجربة فبيحاول ان هو يعلمكم، لان ده اساس الفشل في الحياة. هو هيجي اكتر من ان انا اقول ما تاخدوش نصايح من ابوكم وامكم. هو في اكتر من كده. السقف بتاعنا الاب والام. السقف بتاعنا في النصائح هي الاب والام. انا مش عايزكم تروحوا تتخانقوا معاهم ولا توقعوهم فيا دلوقتي، مش هو ده المقصود. وانسى المقصود هنا ان انا راجل مثلا، لو انا جالي حد في سيشن وعمال بيشتكي لي من ابنه او بنته اللي عايزه تتجوز او اللي عايزه تنفصل او فانا نصحته وانا قلت لها وبتاع. فبشوف شكل الحياه بتاعه الانسان اللي بينصح. هل هو سعيد ولا هو سعيده؟ هل هو تعيس ولا هل هي تعيسه؟ هو انا باخد بقى بالشكل كده في الجزء ده. اب بينصح ابنه في مشاريع وهو فاشل. طب انت بتنصحه من انهي خبره؟ ام بتنصح بنتها في طريقه طبيخ وهي ما بتعرفش تطبخ، في طريقه التعامل مع زوجها، مع خطيبها، في حياتها وهي فاشله، في طريقه اختيارها للاخرين هي فاشله. مع كل اب وام لو كل واحد يمسك بقه كده ويحط عياله بس في التعليم ويسيبوهم يتعلموا من غير ما يفكروا ويخططوا فوق الناس اللي بتفهم، كل الناس هترتاح. لكن احنا ازاي؟ احنا كلنا بنفهم وبنزيد وبنعك وبنلك في كل حاجه ما نفهمش فيه. اذا النهارده طلعت موضه للناس يتكلموا في اي مواضيع هبل، كله هيتكلم في الهبل. في تفاهه هيتكلم في تفاهه، في علم هيتكلم في علم، في موضه علم نفس كله هيتكلم في علم نفس، في الطبيخ كله هيشتغل طباخ. فالحقيقه ان احنا لازم نتحرى الدقه واحنا عايشين في حياتنا. احنا ما ينفعش نكون بنفهم في كل حاجه، لان ربنا جعلنا في الارض نكمل بعض. كل واحد عنده حاجه يديها للتاني، يقدمها للتاني. هو ده الحقيقه. بس الخلاصه ان اهل العلم هم الخلاصه. والجزء برضو المهم ان انا عايز اقوله ان لو لقيته اللي بيحبك في الدنيا امسك فيه بايدك واسنانك. شكله، سنه، طوله، عرضه، منصبه، قدراته، احساسه، لا. مفيش حاجه اسمها الحب بيموت بعد الجواز. الحب بيعيش بعد الجواز وبيكبر، لان الحب الحقيقي هو اللي بيطمن، هو اللي بيقوي، هو اللي بيسند، هو اللي بيخلي الانسان يحس ان في حياه، هو اللي بيخلينا كلنا بندور ان ازاي نكبر وازاي نقوى. فاذا انا اخترت الناس الغلط هكمل حياتي بدون احساس، بدون مشاعر، عباره عن جهاز كمبيوتر. ولا اذا انا لقيت الانسان اللي يكون سبب في سعادتي، اذا انا بصيت له يبسطني،
يساعدني، يطمني. مش صوته لوحده بالنسبة لي عبارة عن أداة مزعجة بالنسبة لي. كذا مرة ببلغ أنا البنات اللي يعني بتسمع مني نصيحة مثلا، أقول لهم صوتك، طريقتك في الكلام، شكلك، سلوكك هو اللي بيجذب الراجل، مش البوتوكس ولا الفيلر ولا السيليكون ولا الشفط ولا الهري ده كله. عشان تجذبي ليك الراجل وعشان تتجوزي وعشان تجيلك الراجل اللي يحبك ويعيش تحت رجلك، ما تسمعيش التفاهات، خليكي في المفيد. انت انثى، خليكي بفطرتك الانثى اللي هو يحب يسمعها ويحب يشوفها. عشان الرجاله الحقيقيه مش بتشوف بعينيها ولا بتستمتع ببطنها، ده كلام الاهل هم اللي عودوكوا عليه وده كلام غلط. طب امال الحقيقه الراجل عقله هو اللي بيدرك وبيشغل احاسيسه، فاحاسيسه بتشتغل من خلال عقله. بيسمع صوتك وانت بتصوتي فبيقل نسبه الانوثه شويه، بيسمع صوتك وانت بتعيطي فبتقل مرتين، بيسمع صوتك وانت بتتكلمي بانوثه وبنعومه وهرمون الاستروجين عندك كويس فبيبدا ينجذب ليكي حتى لو انت شبه السيد صاحبك. وصلت ولا ما وصلتش؟ اهم حاجه في الموضوع ان انتوا تركزوا ان مفيش حاجه اسمها حب العشره ولا الحب اللي بيموت ولا الحب اللي غلطان ولا مين هيدفع الثمن ولا كل الهبد والهري ده. الحقيقه ان كل بنت تصبر وتتريث وهي رايحه تاخد قرار الجواز، قرار ان هي تحب. حبي، اختاري صح، اختاري اللي تكوني مطمنه معاه، اللي يكون راجل معاكي، اللي يكون جدع معاكي، اللي ما يبتزكيش، اللي ما يستناش ليكي نقطه ضعف ويشتغل عليه، اللي يحاول يعيش عشان سعادتك ورضاكي. الراجل لو اتلاقاكي بالنسبه له انثى هيكون بالنسبه لك راجل، والست اذا كانت هي معاها راجل تحاول ان هي تحافظ عليه. سيبوكم من القيل والقال وسيبوكم من الكلام اللي ملوش اي قيمه والحاجات اللي ما بتقدمش والحاجات اللي ما بتعملش. الحقيقه النهارده المطلقه ان احنا نبعد عن كلام الناس حتى لو الاب والام، نبعد عن الكلام الغلط عشان هو ده اللي بيوقف حياتنا. فكره ان الحب مش بيدوم ده مش حقيقه. ما تصدقيش صاحبتك لان صاحبتك كدابه تقعد تقول لك كلام عشان خايفه من الحقد والحسد بتاعك، خايفه على بيتها، خايفه على جوزها اللي شبه السيد فجله، خايفه ان انت تبصي له وهو شبه السيد كعبوله. هي الحاجات دي كلها مش حقيقيه. انت طول ما انت بتبص على صاحبتك، فصاحبتك عشان انت ما اتخطبتيش او ما اتجوزتيش وهي متجوزه عيل صايع او مخطوبه لواحد فاشل، فهي بالنسبه لها ده دنيتي، انا مرات فلان، انا جوزة فلان، انا خطيبه عبده كعبوله. الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها كده. الحقيقه ان انتوا تروحوا للناس اللي بتفهم وهي تدعمكم وتديكم السبورت. لكن كل واحده معاها عبده جار هتفكر ان هي معاها راجل. احنا مش بنغلط في حد، بس احنا عايزين كل واحد لما يجي ينصح الناس يقدم لهم الحاجه بالطريقه الصح. كل واحد يخليه في حاله عشان الناس ترتاح. سيبيكي من ام محمد وسيبيكي من ام سيد وسيبيكي من مامتك حتى لو هي مش بتفرق في اي حاجه. اختاري الراجل اللي يقدرك ويشوفك زي ما الرسول قال كده، اذا نظر اليه اسرته. خليكي انت كده، لكن ما تقعديش تجعري وتقعدي تصوتي وتعلي في صوتك. كل ما بتعلي اكتر التون، احنا بنعرف نزعق، الرجاله بتعرف تزعق وبتعرف نصوت، بس كل ما انت بتعلي الصوت، كل ما انت بتعلي الصوت كل ما هرمون الاستروجين عندك بيقل. فانا خايف هرمون الاستروجين ده عشان تبنيه ده موضوع كبير، هناخد حقن وهناخد هرمونات وهناخد مكيفات. ده مش زي الكولاجين، ده مش زي ده مش زي بتاع ده البوتوكس. فانا عايزك تحافظي على نفسك وتختاري الراجل اللي اذا بصلك عشان انت امانه عنده، عشان انت حد تستحق ده، راجل بجد. الراجل ده يعني مش معناه ان انت تاخديه بادي بيلدينج او تاخديه نجيبه مليان فلوس، تاخديه بس راجل بيعرف يحافظ عليكي، بيغير عليكي، بيعرف يكرمك، بيعرف يطمنك. بس انت بقى قصاده ما تعملوش فيها كده. الصوت ده اكتر حاجه بتطفش الراجل يا بنات الناس. اكتر حاجه بتطفش الراجل هو الصوت. طريقتك في التعامل معاه وتقديرك ليه واحترامك هي دي اللي بيطفش او بيقرب. على قد ما تقدري ما تقوليش انا هلكانه وتعبانه وانتي اصل وفصل وتسمعي كلام ام محمد وكلام خالتك وكلام ام السيد. في الدهب بيغلى وحوشي وحاولي تعملي حاجه من وراه وحاجه من قدامه. الحاجات اللي انتوا بتعملوها كلها غلط. make sense make a lot of sense.
ناخد الاسئله عشان اختم معاكم. الناس اللي على الانستجرام دي اللي عماله تضحك، انا مش عارف يعني، ما هو انتوا موتوني، انتوا قاعدين تضحكوا. طيب يلا اللي عنده اسئله يكتب يلا. والله بتبقوا شبه ام عبده كعبوله. دكتور موتني. طيب خلاص هبطل اعطي نصايح، مش عارفه بيسالوني ان مريت بتجربه فاشله. اي بالظبط، انت معترفه ان انت مريتي بتجربه فاشله، بتقدمي للناس نصايح ليه؟ قول لهم انا فاشله. يا جماعه اذا انتوا اعترفتي قدام المرايه كده ان انت فاشله هتنجحي، اعترفتي ان انت فاهمه مش هتنجحي. دكتور ممكن ترد على سؤالي ضروري؟ ماشي اسالي حضرتك وانا ارد. لو عايزه ارجع معاه بعد ما عملت له بلوك واقول له انت اللي كنت بارد في العلاقه عشان كده تصرفت بالطريقه دي، هل ممكن يخليني صغيره في عينه؟ يعني انت يعني هو السؤال ان انت عايزاني اقول لك افتحي البلوك بتاعك عشان تقولي له انت بارد؟ انا مش هرد عليكي. بصي انا مش هرد. الاسبوع اللي فات لما سالت فريق حضرتك عن جلسات الاونلاين قالوا لي ان حضرتك معالج سلوكي مش طبيب نفسي، فقلت اتاكد من حضرتك ويا ريت بجد ما تكونش بتدي ادويه نفسيه زي ما اتقال لي، لان حقيقه بكره الادويه. طب ما هم قالوا لي كده، هيكدبوا عليكي ليه يعني؟ يعني هم الناس اللي شغالين معايا كدابين يعني؟ ما انا مش فاهم يعني. انا دكتور في علم النفس يا جماعه، في فرق ما بين الدكتور السيكولوجي وما بين السيكاتري. السيكاتري ده بيكون طبيب متخصص لاعطاء الدواء فقط، ما بيسمعش، ملوش علاقه بالبيهيفير، ملوش علاقه بالمنتال هيلث، بيسمع اعراض زي اعراض البطن والقلب والحاجات دي كلها وبيديك عليها روشته. انا مش ده، والا ما كنتش دلوقتي طلعت انصحك. فهم مش كدابين والله، هم ما عنديش حد بيكتب. انا دكتور في علم النفس، انا دكتور عامل شليم، دكتوراه في علم النفس. اردنيه ومصريه بيزيطوا سوا ولا في اختلاف يا دكتور؟ لا والله، الست لو بصي مش اردنيه ومصريه، لا بصي هي ملهاش علاقه بالجنسيه، يعني نركن الجنسيه على جنب. الست ست، الست ست. بصي هنديه، اردنيه، مصريه، بس هم كل ما كانت الدوله قريبه للدوله العادات والتقاليد بتبقى شبه بعض شويه يعني، بس هي في الاول وفي الاخر ستات. حسبنا الله ونعم الوكيل. اردنيه ومصري اقصد يا ستي مش هتفرق، ممكن يصير توافق على ايه؟ انا هلطم على وش منك. خايفه اخد الخطوه مع انه الشاب ممتاز. اما تبقي تكتبي السؤال بس نبقى عارف. ارجوك ارجع للاول. لا يا جماعه، يعني انا ارجع لل 50 تعليق اللي فوق ازاي ولا 100 تعليق؟ كل اللي حضرتك قلته حصل معايا وانفصلت عن دي 30 سنه بعد سنتين جواز فقط، ودلوقتي 43 وبدفع ثمن الغلطه. عشان كده بنقول يا جماعه الطريق اللي انتوا هتعيشوا فيه وانتوا عارفين ان هو غلط، الرجوع منه بيبقى دبل ورك، بيبقى مرتين دبل عن اللي كنت. يعني انت لو كنت هترجعي تقفي على رجلك من جديد بعد سنه غير بعد 10 غير بعد 15. فمن البدايه الامور بتبقى واضحه. انتوا اللي بتعاندوا بتروحوا تلبسوا في الحيط. هو عامل دكتوراه مش طب من الاساس، يعني مش طبيب. الطبيب يا جماعه، الطبيب لما بيتخرج من الكليه ما اسموش دكتور، اسمه طبيب. لكن الدكتوراه، ما حد يقول معاه دكتوراه يبقى هو معاه PhD، يعني معاه دكتوراه، درجه الدكتوراه في علم النفس. انا تخصصي سيكولوجي. انا بسال لاني اتفاجئت بس، لكن صادقين عادي. طب الحمد لله. انا كنت مع واحد من سنه وبدون لقاء ولا مكملات، وقعدني بزواج وما عملش خطوه، فعملت بلوك وانا عارفه ان ده صح. ندمانه ان انت قعدتي سنه. يا جماعه بتقعدوا مع بعض سنه ليه؟ سنه ليه؟ هو بيبان من الاول. الراجل اللي عايز يتجوز بيتجوز حتى لو من اول يوم، لان الراجل اصلا ما بيفرقش معاه. انا اردنيه يا دكتور وطالبني مصر للخطوبه، بتنصح ولا خايفه يكون اختلاف العادات والتقاليد واندم مع انه الشاب ممتاز؟ مفيش زي الراجل المصري. الراجل المصري ده لا، ده احنا نقعد بقى ونتكلم بقى. ده الراجل المصري ده الاسطوره. اهم حاجه يكون راجل محترم، راجل ما بيتكلمش كتير وبيفعل من اجلك. فلا طبعا ايه ده يعني لو ما اكون مصريا لوددت ان اكون مصريا. ده الراجل المصري ده لا ينطبق عليه اي حاجه، بس اهم حاجه ما يكونش بيلبس فانلة. دكتور ممكن رأيك؟ أنا شخص عاهدني أمام الله ما يتركني، وفجأة قال إنه خلاص رجع في كلامه ومش عايز يتجوز، مع إني متأكدة إنه بيحبني وبيقول مش عايزك، ولما أبعد يتحول لطفل ينط مثل الأراجوز عشان يلفت انتباهي. روح للشيخ صابر. أنت لو رحت للشيخ صابر وطلعت القصة ما كانش عمل فيكي كده.
يا بنات الناس عهد ايه اللي بتعهدوه ما بينكم وما بين بعض؟ الراجل لما بيعوز يتجوز بيتجوز، الراجل لما يعوز يخطب بيخطب. مبررات وحجج ما بتنفعش. لكن اللي انت عايزاه ده عهدك ازاي وهو ما تقدمش، ما جالكيش الباب من البيت من بابه؟ ما ينفعش. اذا هو دخل وجالك بالفعل خلاص امنيله، لكن من البدايه ما عملش مفيش كلام. الراجل لما بيكون عايز ينفصل بينفصل، لما يكون عايز يتجوز بيتجوز، لما يكون عايز يخطب بيخطب. هو ده الراجل الذكر الحقيقي. لكن ان هو يعهدك امام الله وانت زي مراتي وانت زي حبيبتي وانت زي دنيتي واشهد الله والكلام ده كله هري وهبد. فانت يعني ارجعي لاهلك دايما في الحاجات دي، خلوا ليكوا اهل يا جماعه، واكبروا وكبروا اهاليكم في المواقف اللي زي دي، لان ده كلام مش حقيقي. كيف اتعامل مع الرجل يا دكتور؟ احس بخاف من نواياهم، بصدهم على طول وينفروا مني. ما تتعاملوش معاهم. انا خريج اداب علم نفس. الاباوت يا جماعه على الفيسبوك مكتوب في كل شهاداتي من يوم ما اتولدت لغايه النهارده، والمره الجايه هعبهم لكم كده فوق بعض واقعد اردهم. انا من يوم ما اتخرجت من ثانويه عامه ما درستش حاجه غير السيكولوجي، علم النفس. انا دكتور في علم النفس، انا متخصص حقيقي في علم النفس. هو ده التخصص الحقيقي اصلا، هو علم النفس. ما بتدرسها الا بالطريقه دي. الخطوبه تنفع كام سنه حسب رايك؟ ما تنفع كام سنه؟ كام سنه خطوبه؟ ارجع لي الفيديو اللي انا قلته. الخطوبه بصي من الاخر كده، البنات النهارده بقت بتعرف العريس قبل ما بتجيبه. هي بتشقطه اصلا من بره 6 شهور، ويقعدوا مع بعض يحبوا بعض 6 كمان، ادي كده سنه. عقبال ما ابوها يبدا يعرف ياخدوا الاكشن 6 شهور كمان، ادي كده سنه ونص. يبدا بقى يروح يقول لباباها اصل انا قدامي سنتين عقبال ما انا اتجوز. لا، يبقى انتوا كده بتشتغلوا نفسكم. هو كفايه قوي انت شقطتيه في 6 شهور وحبيتيه في 6 شهور، واخد قرار ان هو يروح لباباكي 6 شهور، كده 6 ونص. معاكم 6 شهور تتجوزوا فيهم. ست هو ليه بيحبني ومحتاجني بس بيمثل عكس كده؟ لا، هو مش بيحبك ولا بيمثل عكس كده. هو الراجل لما بيحس ان هو بيترفض بيتمسك اكتر، بيتذلل اكتر، واول ما هتقبليه هيهملك تاني وهيبدا يلف على الوش التاني. فاذا هو عملها معاكي مره هيعملها معاكي التاني. موتني انت بتحضر المداح؟ بحضر المداح. ايك وحشه احلى دكتور. ايك وحشه. والله انتوا كل ما لكم ايك وحشه. انا حكيت له نبتعد لان لسه ببدايه عشرينات وهو ببلد تاني، فحكيت له الافضل نرجع بحلال ووافق. خلاص يرجع بالحلال. الحلال لا اقيم حدود الله. خليكم في الحلال يا جماعه. يا دكتور حصل خلافات متكرره واتهنت فيها وحسسني بالاستغناء وخاصمني شهور، بس بعد ما رجعنا مش قادره ارجع كويسه. اتقفلت نفسيا وعايزه انفصل. هو شايف ده دلع ومش سبب. طيب ممكن تكتبي لي انت بتتكلمي على جواز ولا على خطوبه ولا على حب، عشان بس اقدر اقرر، عشان كل اجابه من دول هتفرق معايا. تمام، شكرا على حضرتك، وان شاء الله قريب هحجز جلسه. والله انت تشرفي. كنا نتكلم عادي لكن منذ شهرين ابعث له ما يرد وهو مشغول. اعمل له بلوك وشيليه من حياتك، هيبدا يدور عليك. ناخد الاسئله بتاعت الفيسبوك. الناس اللي على فيسبوك نبدا ناخد الاسئله بتاعتهم. الناس اللي كتبت في الاول بس على فيسبوك تكتب لي وانا هختار. عايزه اتوقع مثاليه من الناس لاني بقيت مرهقه، عارفه ان انا بشر مش بس تعبت. بصي حضرتك، المثاليه اللي الستات عايشه فيها احنا عندنا بنعتبرها مرض. يعني في حاجه مرض عصابي اسمه المثاليه، اللي هو اغلب الستات عايزه تكون فيه، فدي حاجه اصلا مريضيه بس، وخلاص دي حاجه مرضيه ما تفكريش فيها بالشكل ده. كيف اتجنب البكاء امام زملائك في العمل خوفا من الطرد؟ انت بتبكي ليه في العمل؟ ليه عايزه تعيشي او تكوني ملفته بالنسبه لهم؟ هيشوفوكي هشه وضعيفه وساذجه. لازم تروحي للثيرابي وتعرفي ايه سبب الهشاشه اللي عندك، لان انت معنى ان انت تعملي كده يبقى انت هشه، في عندك الم نفسي لازم يتخلصي منه. اعمل ايه عشان يوافق عليا في تاني مقابله في البيت عندنا؟ ايه الاسئله اللي اوجهها لك واخليه يتعلق بيا؟ هو انت اللي راح تتقدمي له ولا هو انا عايز افهم، هي البنات اللي بتدخل بتكتب في التعليقات دي جايه منين؟ هو انت اللي راح تتقدمي للعريس فعايزاه يتعلق بيكي؟ مفيش اي عريس هيتعلق بيكي غير ما تطلعي القصه وتروحي للشيخ صابر.
انا مش هرد، انا مش هترد. انا عايز العريس هو اللي يدور عليكي، انت قولي لي يشوف ايه فيا، لكن ما اقولوش يعني انت ما تروحيش تنفخي وما تروحيش تشفطي، بس اهتمي بدي طالما كده هو كده هيقوم يمشي اصلا. فانا مش هقول لك الحل، انا مش هقول لك انت ذات نفسك، انا مش هقول لك الحل. لو الراجل اعطى رد لصاحبه عليا وقال له ردوها عاقله وهي مقبوله، ردودها عاقله وهي مقبوله، والحمد لله ان هو شافك عاقله. المره الجايه بقى اتقدم لي شخص من سنتين وانا رافضه، وللاسف ما حدش قال لي ان رفضت، ورجع اتقدم تاني وانا قلت له انا رفضت قبل كده. المهم بدا يقول لي مواصفاته تاني، بس وجعاه قوي ان قلت له رفضته قبل كده واختفى. مش هرد عليك. الفيسبوك اسئلتكم كده ازاي بالظبط كده؟ اه والله بتوع الانستجرام بيضحكوا على بتوع الفيسبوك في الاسئله. ازاي الست تعبر عن غضبها بطريقه صح وتوصل اللي هي عايزاه؟ تعيط. الست اول ما تحس ان هي غضبانه تعيط قدام الراجل. احنا كده احساسنا بيبقى مرهف. عيطوا قدامنا احنا بنضعف، لكن تصوتوا قدامنا هنديكوا باللي في ايدينا. الراجل عشان تضحكي عليه عيطي وتمسكيني واعملي فيها ماجده. اول ما هتعملي له فيها ماجده الراجل هيتكسف وهيهدى، لكن تعملي له فيها عبده جربوع مش هينفع. هتبقوا انتوا الاثنين، مفيش اتنين رجاله قصاد بعض. الست اول ما صوتها بيعلى بتبقى راجل. الراجل ما ينفعش راجل يتعامل معاه، والا الراجل كان راح يتجوز راجل، ما ينفعش. الراجل لما بيجي يتجوز بيتجوز واحده ست. فانت تصوتي وتعبري عن غضبك، مفيش حاجه اسمها كده. الغضب اللي انتوا بتعملوه ده اسمه سلوكيات، مش اسمها غضب. سلوكيات سيئه. اعرفوا ان العصبيه والصوت العالي اسمها سلوكيات مش كويسه، يعني ده راجع للتربيه. That's it. سؤال طبيعي، ازاي فعلا يتعلق بيها ويقتنع بيها؟ هي مين دي؟ انت لسه برضو مركزه على البتاع. هدور على رقم الشيخ صابر. انا اعرف راجل عيط من يومين كده، والله. الراجل يعيط لما انت تفهميه وتعرفي هو عايز منك ايه، وانت عارفه ان هو اب نورمال، فيبدا يتهز من جواه، يبدا صورته الحقيقيه تبان، فيعيط ويتمسك، لانه من هو صغير هو اتعود يعيط. عشان كده تربيه الذكر اذا اتعود يعيط من هو صغير عشان تديله حاجه، اوعي تربيه بالتربيه دي، لان اذا كبر عليها هيفضل يعيط مهما كان، هيفضل يعيط عشان ياخدها. والحقيقه اللي دول بيكونوا اب نورمال. انا هشوف، بصوا انا هروح للاسئله بتاعه الانستجرام. هتكلم ازاي نقوي شخصيتنا بعد اذنك وحضرتك محترم؟ يعني ده سؤال وانت بتشكريني، شكرا. نقوي شخصيتنا بان احنا نقرا ونسمع الناس اللي بتفهم، نسمع بودكاست، نسمع يوتيوب، نسمع حاجات عن العلاقات، نسمع حاجات عن نفسنا. ما نروحش نسمع ونلبس طقومه حلوه ونتصور بيها عشان الناس تقول علينا شكلنا حلو. الانسان او الراجل او البنت عشان يبقى شخصيه قويه وشخصيته تبقى حقيقيه، يعترف بالمشاكل اللي عنده، يعترف بالاخطاء اللي عنده، يعترف بالتاثير اللي عنده. اذا هو قدر يعمل الحاجات دي بيبدا يبني نقط القوه او نقط الضعف اللي عنده. عوض ما تكبري مناطق الانوثه كبري مخك وكله هيجري وراك. يا سلام يا سلام على بتوع الفيسبوك. حاضر. اللايف بيكون يا جماعه موجود حتى بعد ما بيتحذف، عشان سياسات الفيسبوك والانستجرام هو بيتحذف بعد 30 يوم تقريبا، فهو كده كده موجود على اليوتيوب. يا دكتور، حصل انا وجوزي خلافات متكرره واتهنت فيها وخاصمني شهور، وبعد ما رجعنا مش قادره اتقبله نفسيا، اتقفلت جدا وعاوزه تطلق، وهو شايف ان ده مش سبب. لا هو مش سبب. بصي، لو الراجل حصل ما بينكم خلافات وانتوا لسه موجودين مع بعض، بعدتوا عن بعض، هجرتيه، افترقتوا شهر شهرين بس ما اتطلقتوش، اقعدوا مع بعض وتفهموا وتصالحوا من اول وجديد وادوا له الفرصه الثانيه. انفصلتوا مفيش فرصه ثانيه، فانت قدامك الوقت القدره ان انت تقولي له ايه المشاكل اللي عندك وايه المشاكل اللي معاكم ما بينكم وما بين بعض، وتدي له الفرصه الثانيه في التوقيت ده. لكن اذا انت عايزه فعلا تطلقي بدون اعطائه الفرصه، ده غلط.
لازم تديله الفرصه طالما انتوا لسه في الريليشن. ذاتس ات. عيطي يا اختي ما تصوتيش، ماشي. يا ساتر لو شفت راجل بيعيط بيقع من نظري، ده حقيقي. الراجل يعيط في الوقت اللي يستحق، اذا حب، اذا فارق اللي بيحبه، اذا في حاجه ما بينه وما بين ربنا، ده قبل اي حاجه. الراجل لما يعيط مش ضعف ابدا، لكن لما يعيط عشان هو مريض فهو ضعيف، هو مش راجل. المرض اللي بيكون عند الراجل اللي بيكون الحاجه الاب نورمال، اما يكون عنده خطط او اهداف ناحيه الحاجه الحرام او ناحيه الحاجه الغلط، او ناحيه ان هو حاسس ان الضحيه بتاعته بتفلت منه. اول ما الراجل بيحس ان الضحيه بتاعته بتفلت منه فبيبكي، ايه اللي بيحصل؟ تعرف ان هو هنا مريض، لان هو بالنسبه له في ضحيه كانت هيمارس عليها مرضه وتعبه ففلتت منه، فبيحاول ان هي يبتزها عاطفيا. هو هنا بكاء الراجل اللي بنقول عليه المريض. لكن بكاء الراجل في حاجات كتير قوي ما نقولش عليها، لا طبعا في راجل عنده احساس، ولو كنت فظا غليظ القلب اتقالت للرسول. في وافق بعد ما كان يرفض دائما وهلا مرات يرسل ريلز، اي رايك؟ وهل ممكن يضل يحبني؟ يضل في اكتب لي السؤال تاني. شخصيتي حساسه، ازاي ما تحس فورا من كلام الناس؟ بصي، ما تقعديش مع الناس اللي انت بتحسي معاهم ان انت حساسه. طب لو استعجلت في الطلاق واصرت عليه وهو وافق تحت ضغط، عليكي ذنب طبعا، الله اعلم يعني. ما هي دي مش اول مره يحصل ده وهو معترف انه غلطان، او دايما بيلاقي مبررات للاهانه. لازم تقعديه في قعده رجاله وتاخدي عليه عهد ان هو ما يعملش كده فيكي تاني. خلاص بقى يا عبير، بقى السؤال بتاعك اللي انت عماله بتكتبي لي فيه كده تعليق ده، لو واحده اتخطبت لواحد كان على علاقات كتير جدا ومعرفه بنات، هل هو بيتغير بعد الجواز؟ البنات النهارده في الزمن اللي احنا فيه ده بتعمل علاقات كتير، والرجاله بتعمل علاقات كتير. يعني اهم حاجه يكون بيحب. دكتور، فرق السن بيننا 5 سنوات، هو عايز يتجوز ولكن عندي تخوف بالمستقبل. يعني هو اصغر منك ب5 سنوات ولا انت الاكبر؟ اكتبي لي بس السؤال كويس، يعني انا ما اعرفكيش، انا مش عارف انت عندك كام سنه، ما بصيتش بطاقتك. اكتبي لي السؤال صح. هي قالت لي ان انا مش جاهز ومحتاج 5 سنين يكون نفسه في 5 سنين. هو قال لي اسباب. لا يا بنت سيبيه خالص على طول من غير ما اقرا بقيه السؤال، سيبيه من غير ما اقرا. الراجل لما بيجي عايز ياخد خطوه الارتباط يكون جاهز، مش قدها ما يروحش. هو اصغر منك ب5 سنين. بصوا يا جماعه، انا اتكلمت كتير. الراجل اصغر منك ب5 سنين، اصغر منك ب10 سنين، ما يعرفوش ابدا. علاقات كتير بتنجح والراجل اصغر منك. عادي جدا ان العلاقات الحقيقيه اللي بتنجح اللي مش بيكون فيها فرق السن هو اللي بنتكلم فيه. اهم حاجه هو يكون ناضج عقليا وعاطفيا. النجاح الحقيقي مش فرق السن ابدا. يعني اي علاقه بتدخلوا فيها هو اكبر منك بمدة كبيرة، ده موضوع تاني. لكن ان الست هي اللي اكبر من الراجل ده ملوش علاقة خالص، ده بالعكس ده بينجح العلاقات. بس اهم حاجة الشرط هنا ان الراجل يكون ناضج عاطفيا وعقليا، لان عشان يحتوي الست اللي معاه ويقدروا الاتنين فكرهم يبقى مع بعض ماشي في اتجاه صح، الاتنين يكونوا ناضجين عاطفيا وعقليا مهما كان السن او الفارق ما بينهم. لو اكبر مني ب10 سنوات يا ستي قولي مين الاكبر. عبير، بصي يا عبير، انا ما اعرفكيش عبير بس شكلك كده متعبه يا عبير. لا انت يعني اقول ايه بس مع ان اسمك حلو. يا دكتور، انا عايشه مع راجل بقالي 16 سنه وعندي منه ولدين، وخباله بيخوني 4 سنين، ولما واجهته بيقول لي انت موهومه ومجنونه ولازم تتعالجي، ودايما تهديد بالطلاق. لازم تثبتي عليه اللي انت بتقوليه. ما ثبتيش عليه انا مش هصدقك برضه. لازم تثبتي، ما ينفعش توهميه بحاجه يكون معكيش دليل. انا بحب حضرتك جدا، انا كنت بتعالج عند حضرتك، جزاك الله خير وفرح وهنا. ده ربنا يخليك والله، شكرا، انا شرف لي. ما اتخيل نفسي اتزوج شخص متعدد العلاقات سابقا واكون عارفه بده حتى لو بيحبني. ليه يا بنتي؟ ما كل الناس دلوقتي بقت متعدده العلاقات. لو الزوج غير ناضج عاطفيا وعايز يسيطر، لا كله الا السيطره. محدش يسيطر الا لما يكون بيفهم. اللي عايز يسيطر يكون بيفهم اكتر من التاني، لكن ما بيفهمش ما يسيطرش. اللي بيسيطر
يكون بيفهم. السيطره بتيجي من الانسان اللي بيقدر يفهم، وبعدين السيطره ليها طريقه في السيطره. عشان يسيطر لازم يسيطر. الراجل اكبر عن البنت ب10 سنوات، لا كتير طبعا. الراجل لما يكون اكبر من البنت ب10 سنين ده نسبه نجاح العلاقه مش صح. لو الست اكبر من الراجل ب10 سنين صح. انا مش مع ان البنت تتجوز واحد اكبر منها. واحد اكبر منها يحصل فيها مشاكل كتير. ذاتس ات. الراجل اكبر خلاص يا عبير. عبير ما تتجوزيش، ما تتجوزيش يا عبير. انا هدور لك على عريس بنفسي. انا النهارده كفايه كده النهارده. ماشي. انا كنت سعيد معاكم النهارده بالاسئله الجميله. في سؤال صح، في حد عمال يعيد وانا نسيت ارد عليه، معلش حقك عليا. دكتور كيف اعرف ان في تعلق وهمي؟ هتعرفي ان انت متعلقه وهميا لما تحسي ان انت متعلقه بحد وهو مش موجود، او تحسي بحد انت بتحبيه وهو ما بيحبكيش، او اصلا ما يكونش في ريليشن ما بين الحد وما بينك اصلا، فانت حاسه ان انت متعلقه بيه. في الخلاصه خالص ما تركزيش. مفيش حاجه اسمها تعلق وهمي اصلا، مفيش حاجه اسمها كده. فدي ممكن يكون حد لايف كوتش بيسوق ليها وهي مش حاجه علميه. التعلق يا مرضي يا حب. ذاتس ات. مفيش حاجه اسمها تعلق وهمي، عشان الناس بتوع اللايف كوتش بيقعدوا يقولوا كلام مش حقيقي. انا كنت سعيد معاكم النهارده باللايف، رغم ان احنا اتاخرنا النهارده. رغم ان احنا اتاخرنا النهارده في اللايف، بس اللايف كان حلو. في حد بيقول ان الخطوبه للبنت اكتر من مره حاجه تعيب، عشان بحس من نظره اللي حواليا ان عملت شيء غلط. وهل طبيعي احس ان ما بقتش عاوزه ارتبط؟ ما عادش تاخدي خطوبه ورا بعض، يعني ما تاخديش خطوبات كتير ورا بعض. مش كل ما يجيلك عريس توافق عليه، تمام؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، طلعي الناس والقرايب والصحاب والاهل من فكره الارتباط نهائي. الارتباط ميثاق غليظ مش هزار. اما تيجي تتجوزي او تختاري، اختاري انت وحطي قدامك يعني مدى، ما اقدرش اقول لك حطي 10 سنين لان الجواز مش اكسباير. هقول لك حطي مدى الحياه ان انت هتعيشي مع البني ادم ده. فالسحنه اللي انت هتختاريها بص عليها كده، هي دي هتنفع تعيش معايا 10 سنين 20 30 ولا هتبقى شكلها عامل ازاي؟ لان في ناس ممكن تتجوز حد اول ما تصحى من النوم تتخض. هو ده ما كانش ينفع ان انت تختاريه من البدايه. في ناس بتتغير، وفي ناس بتنام تصحى كده. فما ماشي. الخلاصه يا جماعه ان انتوا عشان تختاروا علاقات صح لازم تفهموا نفسكم صح. افهموا احتياجاتكم، افهموا انتوا عايزين ايه من شكل العلاقه، حبوا نفسكم قوي وقدروها، افصلوا العادات والتقاليد والخوف من كلام الناس والخوف ان السن يتغير والحياه تتغير. النيدز اللي انتوا حاسين ان انتوا محتاجينه النهارده هيتعوض بس مع الشخص الصح. الشخص الصح اللي هيطمنا واللي هيدلعنا واللي هياخد باله مننا واللي هيساعدنا وهيكون سبب في تعاستنا او سبب في سعادتنا. عشان كده حاولوا ان انتوا تطمنوا نفسكم بنفسكم، عشان لما تيجوا تختاروا اختاروا كل واحد بيختار الحاجه اللي على مقاسه، الحاجه اللي بتحليه. فانت كمان اختار الراجل اللي ينورك، اختار الراجل اللي لما تبصي له كده عارفه تبقي عايزه تدلعي عليه، عايزه تترمي في حضنه، عايزه تتشقي قدامه. لكن فكره ان انت تروحي للراجل اللي يكئبك او تروحي للست اللي تكئبك، الحياه فيها مشاكل كتير وفيها تحديات اكتر، ومفيش حاجه هنقول ان الحياه هتفضل ماشيه ما بينكم وما بين بعض بيس. انتوا هتشوفوا تحديات وهتشوفوا مشاكل كتير، وكل يوم هتفهموا بعض، يا هتصغروا في عينين بعض يا هتكبروا في عينين بعض. في الاول وفي الاخر اللي بيدوم هو الحب، هو التفاهم، هو التقدير، هو الرحمه، مش الناس. الناس ضيوف جايه تاكل من البوفيه وجايه تتفرج وتعيب وتحقد وتغل فيكم. اذا انتوا فهمتوا الناس عندكم ايه، انتوا هتعرفوا تختاروا حياتكم صح. والخلاصه ان مفيش حد هيعيش مكان حد، التجربه فرديه. واوضه النوم يا اما تشوفوا بعض عفاريت يا اما تشوفوا بعض اتنين سعداء بتحبوا بعض وعايزين تدلعوا بعض وتهزروا مع بعض. لكن الحياه فيها حاجات تخوف، فبلاش انتوا تكونوا اللي بتخوفوا بعض. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير في اللايف القادم. وانا كنت سعيد النهارده بيكم. اللي عجبه اللايف يعمل شير ويستناه على اليوتيوب. شكرا ليكم، تصبحوا على خير. باي باي. باي باي يا انستجرام.